في رمضان السفرة بتلمنا كلنا، بس سألت نفسك قبل كده مين أول واحد قرر يفتح بابه ويأكل الناس كلها مجانا؟ الحكاية في العصور الإسلامية بدأت من أيام أحمد بن طولون اللي عمل أول مائدة رحمن رسمية، لكنها وصلت لذروتها في العصر الفاطمي في مكان اسمه دار الفطرة اللي بناها الخليفة الفاطمي العزيز بالله في الأساس علشان تصنع الحلوى في عيد الفطر، لكن الموضوع بقى أكبر وبقت دار للخير بتبدأ من أول شهر رجب وتنتهي بنهاية شهر رمضان. ما كانش مجرد مطبخ، دي كانت مؤسسة خير بتعمل آلاف الأطباق يوميا وبتفرش موائد طولها كان بيوصل لمئات الأمتار علشان ما فيش غريب أو فقير في القاهرة ينام جعان. بس لو تعمقنا في الجينات الأثرية للمصريين هنكتشف إن مائدة الرحمن هي النسخة الحديثة لعقيدة القرابين المستمرة. المصري القديم دايما كان بيسيب وصية في مقبرته بيطلب فيها إطعام المحتاجين، وفي كتاب الموتى كانت النصوص بتبين قد إيه إن هو كان فخور وهو بيقول لقد أعطيت الخبز للجائع والماء للعطشان والكساء للعريان. المؤرخين في العصور الإسلامية وصفوا لنا إزاي إن القاهرة كانت بتتحول لخلية نحل من الكرم، لدرجة إن السلاطين كانوا بيخرجوا بنفسهم علشان يشرفوا على جودة الأكل المقدم للناس. مائدة الرحمن مش مجرد أكل، دي اللحظة اللي بيدوب فيها الفرق بين الغني والفقير وبين الماضي والحاضر، هي الروح اللي خلت الكرم في مصر أثر ما بيتمحيش. تفتكروا إيه الأكلة اللي لو غابت عن مائدة الرحمن هتحس إن في حاجة ناقصة؟ شاركونا حكاياتكم ومواقفكم مع موائد الرحمن واستنونا في حلقة جديدة من أصلها إيه مع بتوع الآثار.